كان لازم نطلع بسرعة نتكلم عنه ونشرح اللي بيحصل للناس. تعالوا بقى ندخل في الموضوع. الشعب المصري مفيش حاجة شغال اليومين دول غير جملة مكونة من 3 كلمات: بيع قناة السويس. وبصراحة لازم الدنيا تتقلب. يعني ايه بيعوا قناة السويس؟ دي قناة الشعب المصري كله، مش الحكومة لوحدها. مش اي حد يقرر من نفسه انه يبيع البلد والناس تقف تتفرج. لذلك اول ما سمعنا الناس بتقول ان الحكومة بتبيع قناة السويس كان لازم نطلع ونقول لها كفاية كده، كفاية كده يا فندم، حضرتك رايح فين؟ بتبيع ايه والمين؟ بتبيع قناة السويس ولا دم الشهداء اللي حرروا ضفتها الشرقية في حرب اكتوبر؟ بتبيع حلم الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم القناة واللي كان سبب في عدوان 56 وراح ضحيته آلاف المصريين في قصف جوي بريطاني وفرنسي واسرائيلي لمجرد اننا اممنا القناة اللي هي اصلا حقنا؟ نقوم النهارده نبيع حقنا؟ لا فعلا، هو حضرتك بتبيع ايه؟ فردت الحكومة وقالت لك ثانية واحدة، هو مين اللي قال اننا بعنا قناة السويس؟ احنا لا بعنا القناة ولا بنباعها ولا هنباعها. اولا قناة السويس مش ملكنا اصلا علشان نباعها، امال ملك مين يا فندم؟ قال لك ملك الشعب المصري. المادة 43 من الدستور المصري بتنص على حماية قناة السويس وعدم المساس بيها كونها من اموال الدولة العامة، وبناء عليه لا يجوز التصرف فيها او بيعها، بل ويتوجب على السلطات المصرية وفق المادة 43 من الدستور المصري حمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممر مائي دولي مملوك للشعب المصري، كما تلتزم الدولة المصرية بتنمية قطاع قناة السويس باعتبارها مركز اقتصادي متميز. هو ده نص الدستور المصري سيد المواطن، هو ده نص الدستور اللي مروجي إشاعة بيع القناة ما حاولوش حتى يراجعوه قبل ما ينشروا خبر بيع قناة السويس. حضرتك تقول لي امال ايه الكلام اللي اتكتب واتنشر عن بيع اصول قناة السويس من خلال الصندوق التابع للقناة؟ اقول لك الله ينور عليك، كده احنا بنتكلم صح وبنسأل السؤال الصح. تعال بقى نجاوب. الرئيس السيسي بمجرد ما تولى الحكم استدعى وزير الاسكان اللي هو دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كان وقتها وزير اسكان، وسأله سؤال واحد: الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بتمتلك سيولة كام؟ معاها في جيبها كام؟ فقال له 750 مليون جنيه. فرد عليه الرئيس السيسي وقال له ده رقم بسيط جدا، احنا عاوزين نضاعف الرقم ده. قال له شور عليا يا فندم. قال له انت تعمل صندوق تابع لوزارة الاسكان او هيئة المجتمعات العمرانية، وبدل ما انت بتضخ ارباحك في وزارة المالية في خزينة الدولة يعني، هتنقل فلوسك دي للصندوق وتبدأ تستثمرها. تستثمرها ازاي؟ تشغل الفلوس وتدورها بلغة السوق، تدخل شراكة هنا، تشتري اسهم هنا، تفتح شركات جديدة هنا، ترجع تبيع اللي اشتريته علشان تكسب فرق سعر البيع والشراء. بالبلد كده تبقى تاجر، تبقى رجل اعمال، تشغل فلوسك علشان ال 750 مليون جنيه دول يزيدوا، ولما يزيدوا تدي الفائض بتاعك لمين؟ لخزينة الدولة، فتبقى خزينة الدولة استفادت وحضرتك كوزارة اسكان استفدت ومشاريعك الموجهة للشعب المصري زادت، فتقوم تقدر تدعم مشاريع اسكان الشباب بارقام اكبر من اللي كنت بتوفرها قبل كده. وفعلا بدأنا نشوف مشاريع اسكان للشباب ما شفناهاش قبل كده. شفنا عشوائيات بتتبدل 180 درجة وبتتبني لهم مناطق سكنية جديدة متشطبة على المفتاح. ما هو مشروع حياة كريمة ده مين اللي صرف عليه؟ ما هيئة المجتمعات العمرانية. طيب ال 750 مليون جنيه اللي كانت هيئة المجتمعات العمرانية بتمتلكهم اول عن اخر قبل تنفيذ الفكرة دي بقوا كام النهارده؟ تخطوا تريليون جنيه، تريليون جنيه في صورة استثمارات. نصيب الدولة المصرية منهم 311 مليار جنيه بعد ما كانوا 750 مليون جنيه. حضرتك تقول لي طيب وده ايه علاقته بصندوق قناة السويس؟ اقول لك نفس الفكرة بدأت الدولة تطبقها على قناة السويس. حضرتك تقول لي بس اصول قناة السويس تفرق عن اصول المجتمعات العمرانية يا ابو حميد؟ انت هتساوي بين اهم مجرى ملاحي في العالم بشوية شقق وعمارات. اقول لك وهو مين اللي قال ان اصول قناة السويس هتتباع؟ اللي هتتباع اصول صندوق قناة السويس. وتعالى نشرح دي ببساطة علشان كل الناس تفهم. دلوقتي ارباح قناة السويس كام؟ السنة اللي فاتت كانت 8 مليار دولار تقريبا. الفلوس دي بتروح فين؟ بتدخل خزينة الدولة. فجت الحكومة وقالت لك لا، احنا ناخد جزء من ارباح قناه السويس اللي المفروض بتدخل الموازنه العامه وننقلها لصندوق قناه السويس، وبالجزء اللي خدناه ده الصندوق يبدا يستثمر. يعني ايه يستثمر؟ يعني يبيع ويشتري. يبيع ايه ويشتري ايه؟ يشتري اسهم في شركات، يشتري شركات على بعضها، يفتح مشاريع، يرجع يبيع الاسهم اللي اشتراها، يرجع يبيع الشركات اللي فتحها او اشتراها. هو حر بقى، اصوله وهو حر فيها، ياجرها، يبيعها، يشتري غيرها، هو حر. انا حولت الصندوق لتاجر وقلت له اشتغل، الفلوس اللي معاك دي شغلها واكسب منها وهات لي اضعافها. فتقوم قناه السويس اللي كانت بتدخل في السنه بس 8 مليار دولار، وده رقم كبير بالمناسبه، مع مرور الايام تمتلك ملاءه ماليه او راس مال بالبلدي كده تتجاوز قيمته مئات المليارات. خد بالك الرقم ده مش هيتحقق في يوم وليله، عشان برضه نبقى صراحه، هياخد سنين، لكن في النهايه انت بتعمل للاجيال الجايه، بتوفر لهم راس مال ممكن توصل قيمته ل 300 او 400 او 500 مليار، كلهم ملك قناه السويس، ملك صندوق قناه السويس، بحيث ان البلد لو تعرضت لاي ازمه في اي وقت
لاي سبب قناه السويس هي اللي تساعد الدوله. انت محتاجه كام؟ والله محتاجين 3 مليار دولار وهنروح ناخدهم من صندوق النقد الدولي او نستلفهم من اي حد. فيقوم صندوق قناه السويس يقول لك وليه تستلف؟ اتفضل 5 مليار مش 3 بس. انا تاجرت واستثمرت وكسبت وبقى معايا راس مال او ملاءه ماليه زي ما الاقتصاديين بيسموها، تقدرني اساعدك كدوله وقت ما تحتاجني. طيب وقناه السويس او المجرى الملاحي لقناه السويس فين من موضوع الاصول ده؟ عايزين نطمن. حد غيرنا كمصريين هيجي يشغلها مثلا؟ حد هيشتري حقوق تشغيلها؟ حد هيشتريها على بعضها؟ الاجابه طبعا لا. المجرى الملاحي لقناه السويس زي ما هو ملك المصريين، واللي بيشغلها مصريين بنفس الوضع القائم بدون اي تغيير. كل اللي هيحصل ان الدوله هتاخد جزء من ارباحها تديها لصندوق تابع لهيئه قناه السويس منهم فيهم، والصندوق هيبدا يشغل الفلوس ويستثمرها. طيب هل في حد من المسؤولين في الدوله طلع قال الكلام ده بشكل رسمي علشان انا وانت كمصريين نقدر نحاسبه لو حاجه تانية حصلت او حد قرب للقناه؟ هقول لك ايوه حصل. رئيس مجلس النواب بنفسه طلع في تصريح رسمي على الهواء مباشره وقال بالنص ان مشروع القانون اللي وافق عليه مجلس النواب والمتضمن انشاء صندوق تابع لهيئه قناه السويس والذي لم تستكمل اجراءات الموافقه عليه بصوره نهائيه لا يتضمن اي احكام تمس قناه السويس. ليه يا فندم؟ لكونها من اموال الدوله العامه ولا يجوز التصرف فيها او بيعها. الكلام واضح. طيب حضرتك تسالني امال فين المشكله يا ابو حميد؟ لما الدنيا تمام كده الدوشه دي حصلت ليه؟ اقول لك واقول للمسؤولين في الدوله ان المشكله في عدم توضيح الامور للناس بسرعه وبشكل مبسط. محدش بيشرح، فتقوم حضرتك تدي فرصه لغيرك يالف قصص ويصدرها للناس. انا عاوز اي مسؤول في الدوله المصريه يدخل دلوقتي على جوجل ويكتب بيع قناه السويس ويعد كده كم قناه وكم موقع نقلوا نفس الخبر بنفس التفاصيل اللي ملهاش اي اساس من الصحه، اخبار غلط. كل ده لمجرد ان محدش طلع وشرح الموضوع للناس. للمره المليون يا جماعه اسيادنا اللي في الدور الرابع اشرحوا للناس اللي بتعملوه. على فكره الناس بتفهم وبتقدر، الناس عايزه الخير للبلد زيكم بالظبط ويمكن اكتر. الناس مش محتاجين اكتر من انكم تشركوهم في الحلول. وعلى فكره خوف المصريين ورعبهم وغضبهم من اشاعه بيع قناه السويس يفرح ما يزعلش. ايوه يفرح ما يزعلش. انا افرح لما الاقي المصري خايف على بلده وبيغير عليه، افرح لما الاقيه ساب اللي وراه واللي قدامه وحياته وقفت على خبر بيقول ان ارضه بتتباع. افرح لما الاقي خوفه على البلد اهم عنده من خوفه على نفسه. كل اللي محتاجينه ايه؟ حد يفهمهم اللي بيحصل، حد يقول له والله احنا وضعنا كذا وبنفكر نعمل كذا علشان نحل كذا بس. وبالمناسبه هتلاقيه هو نفسه بدا يشغل دماغه معاك ويطلع لك حلول. بس كده سيد المواطن. هي دي رسالتي للناس علشان يفهموا اللي بيحصل ومحدش يضحك عليهم، وهي دي رسالتي للدوله علشان تزود من حجم تواصلها مع الناس اكتر واكتر. سلام عليكم.